ارتفعت وتيرة تحضيرات منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم قبل أيام من انطلاقة نهائيات كأس الأمم الأفريقية في غينيا الاستوائية والجابون. خاض المنتخب حتى الآن 4 مباريات بقطر، اثنتان بقطر أمام أندية، وثالثة أمام تونس في الإمارات العربية المتحدة خسر منتخبنا ب3 أهداف، ورابعة مساء أمس في داكار أمام السنغال خسر منتخبنا أيضا بهدف دون مقابل. وستكون آخر مباراة لمنتخبنا قبل الانطلاقة أمام الجابون الاثنين القادم بمشيئة الله تعالى. للحديث حول تحضيرات منتخبنا الوطني وخطوط منتخبنا الوطني والمجموعة الثانية التي يلعب بها منتخبنا الوطني، يسرنا جدا أن يكون معنا المتابع للكرة الأفريقية الكابتن المدرب محمد عاطا. أهلا بك كابتن محمد عاطا. أهلا بك أستاذ رضا، ومرحبا بكل السادة المشاهدين، وكل عام وأنتم بخير. بصحة والسلامة. كابتن عاطا، برأيك يعني كيف ترى تحضيرات المنتخب؟ هل تسير بصورة طيبة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بالتأكيد يعني الحديث عن التحضيرات يجب أن يكون من خلال خطة موضوعة. إذا عايزين نقيم يعني هذه التحضيرات من خلال خطة وضعت من قبل الجهاز الفني، بيضع في اعتباره مجموعة من الأشياء. أولا المنافس، نوع المنافسة، والإمكانيات المتاحة. فبالتأكيد يعني الجهاز الفني للمنتخب الوطني مفترض يكون وضع نفسه ووضع كل هذه الأشياء في اعتباره. لكن في كثير من الأمور طبعا إذا اعتبرنا إنه الوضع الطبيعي إنه يكون وضعت خطة لإعداد أو تجهيز المنتخب لهذه البطولة، ففي أشياء ممكن تتعارض مع الخطة ومع النظام، بالتالي يبقى في بلان بي أو الخطة البديلة. الشيء اللي احنا شايفينه في الدائر في الرياضة أو في الساحة الرياضية السودانية كثير من المتناقضات، يعني مثلا بتأثر سلبا على أداء المنتخب أو تجهيزات المنتخب. أولا هذه البطولة تقام في فترة الإعداد بالنسبة للاعب السوداني، وقبل فترة الإعداد دائما هي بتكون فترة الراحة السلبية. نعم. ليه؟ لأنه الموسم الطويل ال10 شهور اللي بيقضوها اللاعبين بيكون فيها فترة الإعداد ما قبل الموسم، وفترة المباريات الدورة الأولى، والفترة الانتقالية، ودي بتكون فيها راحة إيجابية، بيكون فيها نشاط بسيط، فيه ترفيه وفيه مراجعة للدورة الأولى، بيكون فيه الدورة الثانية. بعد ذلك الراحة السلبية دي هي راحة إجبارية للاعبين، وهذه الراحة الفترة الزمنية بتاعتها لا تقل عن 3 أسابيع. فاللاعب بيخلد للراحة تماما، ما بيكون عنده أي نشاط لأنه هو طالع من موسم طويل. لازم ناخذ في بالنا انه بطوله الشان كان في بدايه العام 2011. وقبل ذلك كان المنتخب بيجهز من خلال بطوله حوض النيل، وطبعا يعني الموسم 2010 وموسم 2011 كانوا متواصلين مع بعض، تداخلوا مع بعض. لذلك هذا الموسم انا كنت اتمنى من ضمن الخطه بتاعت الجهاز الفني، واللي هي يفترض تكون من الخطه الشامله للاتحاد العام، انه كان من المفترض الدوري يتم تغيير في فترة اللعب أو الفترة التنافسية بالنسبة للدوري، باعتبار أنه كثير من البطولات في أوروبا مثلا، يعني الآن بطولة أوروبا حتلعب في شهر 6. الدوريات الأوروبية كلها تنتهي قبل بداية البطولة الأوروبية تقريبا ب3 أسابيع. يعني في تلك الفترة بيكون اللاعب لسه ما زال في النشاط، وما يعني الراحة السلبية بالنسبة له بتكون بعد البطولة، بعد بطولة أوروبا. بالتالي إذا يعني الاتحاد الأفريقي لا يستطيع أن يغير الخارطة بتاعت بطولة الأمم الأفريقية وتكون في نهاية الدوريات الأفريقية، أو ممكن اتحادنا العام إنه يحاول قدر الإمكان في الفترة أو في الموسم اللي فيه مشاركة في البطولة الأفريقية يبدأ شهر 8، يبدأ بعد البطولة الأفريقية. يعني الموسم يبدأ بعد البطولة الأفريقية ويمكن يبتدي شهر 8 وينتهي قبل المنافسات الأفريقية ب3 أسابيع. يعني المفترض كان إنه لعبتنا يطلعوا من التنافس مباشرة للمشاركة للأمم الأفريقية. كويس؟ ليه؟ لأنه هؤلاء اللاعبين محتاجين لراحة سلبية. طيب إذا أخذوا الراحة السلبية محتاجين لفترة بتاعت إعداد، والإعداد طبعا فيه إعداد عام وإعداد خاص. يعني الفترة بتاعت البري سيزون دي فيها برضه من 6 أسابيع إلى 8 أسابيع، وفي 10 أسابيع. نعم. إنك أنت بتعيد اللاعب. هنا اللاعب السوداني انتهى من الموسم، في نفس الوقت حاول ياخذ الراحة السلبية ما كانت مكتملة،
فتره زمنيه، وفي نفس الوقت بدا الاعداد، يبقى معناها حيكون في تاثير سلبي على المجهود البدني بالنسبه للاعبين، وده طبعا يعني تبرير لاداء المنتخب. ده ممكن نقول انه هو من المفترض انه كان يوضع في الخطه، هو مش تبرير، لانه ده خطا برضه ايضا يقع فيه المسؤول من التخطيط للرياضه في البلد اللي هم الاتحاد العام. طيب اذا اخذتنا في بالنا انه المنتخب ذهب الى بطوله الجي بمجموعه، وترك مجموعه اخرى من اجل الراحه، اللي هي المجموعه اللي شاركت اكثر مثلا، نعم. اللي هي مجموعه لاعبي الهلال شاركوا اكثر كان في البطولات الافريقيه، لكن ايضا يمكن مازدا صرح قال انا حاولت اختار اللاعبين اللي ما لعبوا، اللي ما وصل عدد المباريات ل 40 مباراه في خلال الموسم، وده تصريح يعني تصريح مميز ليه، لانه هو يعلم تماما انه اللاعب اللي بيلعب اكثر من 40 مباراه بالذات اللاعب السوداني ممكن تاثر على ادائه ويحتاج لراحه. طيب لما حصل بطوله ال جي وبطوله سيكافا لقينا انه نفس المجموعه ونفس العناصر الموجوده في ال جي هي كانت موجوده في بطوله سيكافا. العناصر اللي الان اللي ذهبت يمكن تم اضافه فقط اللاعب هيثم مصطفى، على الدين يوسف شارك يا دوب، كاريكا ايضا، ويمكن يعني على الدين وكاريكا حتى مشاركتهم ممكن نقول هي بالتدرج تحتاج برضه لوقت. لذلك اذا اعتبرنا هذا المخطط ممكن ياثر سلبا على جاهزيه اللاعبين، ده انا ما اقدر اقول انه ده عذر ممكن يكون لهؤلاء اللاعبين، لكن في النهايه يجب ان نتعامل مع هذا الواقع، يجب ان نتعامل مع هذا الواقع ونشوف كيف المؤثرات بالنسبه للفريق. طيب الحصل انه في نظري الشخصي انه او في رايي الشخصي المتواضع انه هذا المنتخب اللي قدم مباريات كبيره في سيكافا اعتمادا على العناصر اللي كانت موجوده في التشكيله الاساسيه، كانت عناصر تغلب عليها لاعبي المنتخب الاولمبي مع بعض العناصر الخبره، نلقى انه قدموا مستويات كانت متفاوته. يعني المنتخب بدا باداء كان ضعيف، بعد ذاك ارتفعت وتيره الاداء حتى المباراه في المركز الثالث والرابع. بعد ذلك كانت الرحله الى قطر. هذه الرحله انا استغرب انه ليه المنتخب يعني لما جاء من سيكافا اخذ فتره في الخرطوم حتى ذهب يعني سافروا الى قطر، مع انه هذا المعسكر كان مصرح به من زمن. نعم. انه دوله قطر ترحب بالمنتخب القومي او الفريق القومي السوداني في معسكر تجهيزي للبطوله الافريقيه. قد تكون مشكله التسجيلات كانت اداريه، لو كانت التسجيلات هذا خطا كبير. يعني هؤلاء اللاعبين يجب ان يكون هنالك بعض الاستثناءات، اذا اصلا في استثناءات للانديه في التسجيلات يبقى لابد ان تكون هنالك استثناءات للاعبي المنتخب انه يتم تسجيلهم في اي مكان، في مكان تواجدهم، او حتى يعني فتره التسجيلات حتى لا ندخل في هذه المشكله. يبقى الخطه اللي كان المفروض توضع من قبل، الا اذا كان الاخوه في الاداره وفي الاتحاد العام يعني ما كانوا متخيلين انه ممكن المنتخب يصل للنهائيات، لكن لابد ان نضع في بالنا انه المنتخب بيلعب في تصفيات، يبقى نحن حنتاهل. اذا تاهلنا ما هي المشاكل التي ستواجه هذا المنتخب؟ اذا كانت فتره التسجيلات يبقى هذه الفتره لابد ان تؤخر، لابد ان تقدم، لابد ان تكون هنالك استثناءات بالنسبه للاعبين او غيره. حتى التخطيط زي ما انا ذكرت في البدايه، تخطيط للموسم لابد ان لا يتعارض مع كيفيه التجهيز والاعداد لهذا المنتخب. عشان كده انا بعتبر انه التسجيلات وفتره الراحه السلبيه او خارطه الموسم الرياضي في السودان اثرت سلبا على تجهيز هؤلاء اللاعبين، لانهم كانوا يحتاجون للراحه، وفي الراحه السلبيه لفتره زمنيه محدده. لما عاين للمعسكر قطر بنلقى انه المنتخب ادى مباراتين. التصريح الرسمي بالنسبه للجهاز الفني او الجهاز الاداري اللي كان موجود في مع المنتخب يقول انه هذه المباريات كانت من ضمن تدريبات المنتخب. طيب يلا دعنا نستمع للكابتن محمد عبد الله مازدا رئيس الجهاز الفني الذي تحدث الينا عن تحضيرات المنتخب في قطر وعن المجموعة الثانية التي يلعب فيها السودان في نهاية أفريقيا. وتحدث إلينا أيضا رئيس لجنة المنتخبات الوطنية الأستاذ أحمد الطريفي الصديق. نحن بدورنا نتقدم بالشكر الجزيل للإخوة الزملاء علي كبوش والمصور أحمد الحلفاوي الذين أو اللذان قاما بتسجيل هذه اللقاءات وتسجيل لمباراة السودان وتونس وتسجيل لتمارين منتخبنا الوطني في قطر. نربط حديث مازدا مع حديث كابتن محمد عطا. كابتن عبد الله مازدا،
معسكر قطر هل حقق الهدف المطلوب؟ نعم، يعني طبعا مع معسكر بدني كان للإعداد البدني أصلا، يعني كان 16 يوم. الفريق خارج من موسم كروي انتهى في السودان. المجموعة الكلية بتاعت اللاعبين ضمت لاعبين يعني كانوا مواصلين، بعضهم شارك في سيكافا، وبعضهم قليل منهم شارك في البطولة العربية، وبعضهم كان مرتاح، وبعضهم خارج من إصابات. فكان لابد من فترة للإعداد البدني لكي يتساوى الجميع في شكل المستوى البدني، والحمد لله حقق أغراضه. يعني في 16 يوم كانت مفيدة، واطمأنينا فيها بالفحص الطبي على كل اللاعبين وسلامتهم. كان مطلوب أيضا فحص الطبي للبطولة، وده تم في أجواء طيبة وحقق أغراضه تماما المعسكر. أتحنا في نهاية فترة الإعداد لمباراة ودية مع المنتخب القطري. تعلمون إنه قطر يعني الظروف ما كانت مهيئة عندها، ما عندهم مدرب، ومنتخبهم ما عنده استحقاق قريب، فلم يكن يعني دائما احنا بنحب نلعب مع الدول المستضيفة في كل معسكراتنا. قمنا مباريات في اثيوبيا، معسكرات في اريتريا، في اليمن، كانت بتنتهي بمباراة مع المنتخب المستضيف. وبالعدم نحن يعني كجزء من التدريب وقمنا هذه المباريات. هذه المباريات تم تضخيمها يعني يمكن لغرض من بعض الناس وخلافه. هذه المباراة اصلا هي كانت مباراة مكفولة تدريبيا، ولا غضاضة في انك تلعب مع فريق. احنا واحد من المباريات لعبت الساعة 8 صباحا، يعني ولا في جمهور ولا في يعني احنا ما ممكن نمنع الناس ما يحضروها، لكن هي جزء من المباريات لرفع اللياقة البدنية، وزمنها بنتحكم فيه نحن، وما فيها حكام بيديروها، يعني يكون معلوم للجميع. والمباراة الثانية كانت مع فريق درجة ثانية، نعم، وما كان ممكن نمنع الجمهور، واحنا قمناها مباشرة في ثاني يوم من المباراة. أنا لو تهمني النتيجة يعني هذه المباراة همها الأول رفع اللياقة البدنية، ولو كان تهم النتيجة كان ارتحنا لها يومين ولعبناه وما في غضاضة في ده، لأنه شفنا حتى احنا في أثناء تواجدنا بايرن ميونخ معسكر لعب مع فريق السيرية اللي احنا أصلا كان المفروض برضه نلعب معه، هو واحد فرق الدرجة الثانية. فمثل هذه المباريات والنتائج يعني هي جزء من التدريب، هي مباريات بنسميها مباريات تدريبية. يلعب منتخبنا الوطني ضمن المجموعة الثانية التي تضم ساحل العاج وأنغولا وبوركينا فاسو. كيف ترى هذه المجموعة التي لا تعرف الرحمة؟ والله نحن الناس بيدخموا ويتخوفوا من ده وخلافه. فريقنا نحن مش ما عندنا كبير، الكورة فيها كبير طبعا، يعني هذه فرق كبيرة، لكن احنا يعني احنا كنا وين ووصلنا وين. يعني الفريق السوداني من 76 لم يشارك، شارك 2008، غاب أنغولا وشارك الآن. هذه المجموعة اللي احنا فيها الآن في لاعبيننا فيها مجموعة كبيرة مشاركاتها لأول مرة، بين 6 ل 8 لاعبين شاركوا في 2008. حصل إحلال كبير في المنتخب. نحن أهمنا إنه نقدم لاعبيننا في أحسن صورة. هذه المجموعة يعني ما بقول إحنا حظوظنا، لكن معلومة هي تصنيفها كلها، فنحن لازم يعني نعيد نفسنا بشكل طيب. مبارياتنا الحمد لله هي مبرمجة بشكل طيب، يعني الثلاث مباريات مع فرق متأهلة فعلا للنهائي، سنغال، جابون وخلافه، في أجواء مثالية. يعني احنا يمكن لو خرجنا عسكرنا في الخليج ولعبنا مباراة واحدة مع فريق تونس، لكن مباراتين الثانيات في نفس الأجواء قريبة. السنغال من أجواء غينيا، والجابون أصلا مقامة فيها البطولة كدولة ثانية مستضيفة. فنحن بنقول يعني احنا يعني ان شاء الله الناس يتفاعلوا، احنا ما متشائمين اصلا، نتفاعل خيرا بمشاركتنا، نقدم اولادنا في احسن صورهم من كل النواحي. نتمنى لهم التوفيق، ونتمنى انه يكون عندهم الدوافع القويه في انه يظهروا بشكل طيب وان شاء الله. كان هذا هو تصريح الكابتن محمد عبد الله مازدا رئيس الجهاز الفني ورئيس لجنه المنتخبات الوطنيه نائب رئيس الاتحاد السوداني لكره القدم احمد الطريفي الصديق. كابتن عطا، يعني نتجاوز كما ذكر الكابتن محمد عبد الله مازدا مباريتي قطر باعتبار انه كان هي في شكل تمرين وليست مباراه رسميه. دخل المنتخب بكل ثقله في مباريتين حتى الان، هنالك مباراه ثالثه، مباراه تونس التي خسرها منتخبنا بثلاثة أهداف دون مقابل. لم يكن شكل المنتخب بالقطع يعني جيد، لم نرى أي شيء. تحسن الأداء في مباراة الأمس أمام السنغال. طيب يمكن بس بالرجوع لنقطة مهمة جدا في كلام الكوتش مازدا، انه قال المجموعة بتاعت اللاعبين
قسموا لثلاثه، قال مجموعه كانت مشاركه في سيكافا، ومجموعه كانت مشاركه في البطوله العربيه، وفي مجموعه كانت في الراحه. قال عشان يتساوى الجميع في المستوى البدني كثفنا من التدريبات البدنيه ولعبنا المباريات دي كانها جزء من التدريب عشان يتساوى. مباريات قطر تحديدا، مباريات قطر بالذات. نعم. قال جزء من التدريب، وده كلام منطقي لانه عشان لازم يكون في تساوي في صحيح انه في تفاوت في المقدرات الفنيه والبدنيه حتى، لكن انت في النهايه محتاج انك تعمل بالانس او توازن بين اللاعبين في امكانياتهم بالذات البدنيه، بعد ذاك المهارات وغيره. فدي ممكن اشياء يعني بمرور الوقت في المشاركه تكتسب، لكن في اللياقه البدنيه انت محتاج اول حاجه انك انت تساوي اللاعبين كلهم او تقربهم لمستوى واحد اساسي، بعد ذاك في المشاركات بيبدا تزايد. عشان كده ده كان تصريح منطقي انا بعتبره، والناس تاخذ الامور ببساطه، يعني انه في النهايه هو تدريب، لكن التدريب يفرق التمرين في منتصف الملعب او في مساحات صغيره، يفرق عن التمرين او تقسيمه داخليه 11 ضد 11 في الملعب، يفرق عن مباراه غير معلنه زي ما قال من غير حكام، يفرق عن مباراه رسميه، يفرق عن مباراه رسميه وديه، يفرق عن مباراه رسميه تنافسيه. لذلك يعني لياقه المباريات بتبدا بالتدرج. عشان كده كان تمرين سخن هي مباريات قطر. بس في حاجه مهمه انا يمكن لاحظتها من خلال الكلام، انه كان في بحث عن المباريات، بحث عن المباريات الوديه، يعني قطر ما جاهزه، يبقى معناها ما كان في اتفاق مع قطر من قبل. لا، الخطه كانت موضوعه، لكن قطر هي بعد خروج المنتخب من تصفيه من دوره الالعاب العربيه اقال مدربه، وبالتالي لم يكن جاهزا المنتخب. يبقى الخطه البديله في كره القدم مهمه جدا. ايوه خطه بديله، بس نحن نتحدث يعني احنا نعرف، لكن الخطه التي وضعها الاتحاد هي نفسها التي نسير عليها الان. طيب اذا كان هذه هي الخطه، يبقى معناها احنا المفروض هذه الخطه يعني بعد ذاك نشوف تقييم لهذه الخطه بعد ما تنتهي البطوله. لكن انا اتمنى انه يكون بجد كان في خطه، ومعروف انه المباريات اللي احنا حنلعبها مع منو، والمباريات لانه الخطه البديله هي كانت الاهم. طيب مباراتي تونس والسنغال. قبل ذلك في كلمه مهمه قالها نعم. كوتش معزة، قال احنا همنا نقدم لاعبينا باحسن صوره، وكانه سدره المنتهى بالنسبه لنا في هذه المشاركه. لكن انا قبل كده تصريح سالتك انا قبل كده في برنامج عالم الرياض، قلت لك نحن ماشيين نشارك لشنو؟ والمطلوبات شنو؟ صح. انت ذكرت انه حقه نحن نقدم نفسنا بالضبط بالشكل الكويس، ونتمنى، انا كنت اتمنى انه يكون اصغر لاعب في هذه البطوله من المنتخب السوداني الان. أيوة اصغر لاعب بيلعب في بوركينا فاسو عمره 17 سنه. نعم. اللي هو تراوري. كنت اتمنى قلت يعني نعمل اعلام لثلاثه لعيبه يحترفوا منا بالضبط يحترفوا منهم يعني اربعه لعيبه يحترفوا من لاعبين المنتخب السوداني، يكون في محترفين حتى نشارك بهم في بطوله افريقيا 2013 تصفيات كاس العالم 2014. لذلك انا اعتبر انه الهدف الاساسي هو هدف سامي. ليه؟ لانه يعني نتكلم بواقعيه، يعني احنا ممكن نفكر في كيفيه الفوز على انغولا، كيفيه الفوز على بوركينا فاسو، لكن لا نفكر في الفوز بهذه البطوله، لانه في اشياء كثيره احنا نفتقدها، وفي المنافس برضه له تاثير على البطوله، يعني في كثير من المنافسين. لذلك هذه البطوله يجب ان نفكر في شيء، لكن كمان حاجه مهمه لابد ان ننظر للمشاركه السابقه. مشاركتنا في هذه البطوله مفترض تكون افضل من المشاركه السابقه، لكن كمان برضه ما نحلم اكثر عشان ما تبقى احلامنا هي احلام وسلام. ورانا شنو؟ نحلم بواقعيه، لكن بامكانياتنا اللي عندنا. طيب يلا مباراه نعود لمبارياتي تونس ذكرت لك انه تحسن الاداء من مباراه تونس نحو مباراه السنغال. بالضبط. مباراه تونس هي كانت المباراه الاولى بالنسبه للمنتخب في الاعداد، تقريبا المباراه الرسميه، وحصلت طبعا فيها ما حصل. النتيجه ما ذات اهميه انا في نظري، لانه دائما في المباريات الاعداديه المهم معنويا يمكن ان تؤثر، لكن لما المدرب يكتشف اخطائه، ممكن المدرب يكون علاقته مع اللاعبين كيفيه التعامل مع اخطاء اللاعبين خلال التدريبات، لكن اللاعب في كثير من الاوقات لا يعتبر اخطاء التمارين هي اخطاء. يتعظ اللاعب ممكن من خلال المباريات التجريبيه، يعني انت ممكن تصحح اللاعب، ممكن تنبهه، لكن انا في نظري افضل مدرب للاعب هو نفسه. صحيح انه المدرب هو موجه، هو معلم، هو بيشير له لمكان من القوه ومكان من الخطا، لكن بالنسبه للاعب اذا لم يقتنع بخطأه ما بيفكر في انه يصححه، او ما بيتعامل مع كيفيه تصحيح الاخطاء. مباراه يعني دي واحده من الاخطاء طبعا، الهدف الاول واحده من الاخطاء. مشكلتنا احنا في خط الدفاع مشكله كبيره جدا، اللي هي احنا بنقول دائما المدافع المفترض يبحث عن مسار الكره ولا ينظر للكره. غير ذلك من المفترض انه يكون اللاعب متواجد ما بين المنافس والكره. يعني شوف اللاعب التونسي هو الاقرب للكره، وخلفه مباشره كان في مدافع سوداني. هذا المدافع السوداني اللي هو نجم الدين لو كان تقدم
على المهاجم التونسي كان يمكن ان يتصدى للكره هو قبل التونسي. اضف الى ذلك طبعا ده ما بنسميه هو التمركز بالنسبه سنتحدث عن خطوط عموما. هذه المباراه بصراحه يمكن كشفت كثير من مشاكل السودان اللي هي التمرير، ودي مشكله كبيره. يعني لا يمكن لاعب في المنتخب يكون عنده مشكله في التمرير والاستحواذ، حتى التمرير الامنه. يعني انت بتمرر الكره والسلام في حين انه هي ممكن تكون تسبب خطوره بالذات للاعب المستحوذ على الكره. يعني اللاعب الحجي التمريره ممكن لا يستطيع ان يستحوذ عليها بحريه، في نفس الوقت يكون مضايق. لذلك هذه تمريره غير امنه، باعتبار انه انت حتمرر للاعب في مكان يتواجد فيه منافس، يبقى معناته المفروض تمرر له على الجانب الايسر، كان على الجناح الايسر، مش تمرر له في العمق. وضحت لنا مشاكل كثيره جدا في التمركز بالنسبه للمدافعين. انا استغرب في المدافعين حتى اللي هو قلبي الدفاع، ودي حاجه بالمناسبه انا لاحظت لها حتى في مباراه الامس امام السنغال، انه قلبي الدفاع سيف مساوي ونجم الدين بيشاركوا كثير جدا في الطلعات الهجوميه، وبيستحوذوا على الكوره على حساب الدفاع وبيفقدوها حتى من خلال تمرير خاطئ او من خلال فقدانهم للكوره وهم متمركزين في مكان غير مكانهم اللي المفروض يكونوا موجودين في الثلث الاخير. كانت هنالك مشاكل كثير جدا في حراسه المرمى، ويمكن بهادين اللي قدم بطوله كبيره في بطوله الشان اللي كانت في بدايه 2011 مستواه كان مهزوز للغايه، ودي يمكن كانت يعني علامه استفهام برضه. بهادين هو لاعب مميز، لكن اذا قل تركيزه يصبح لاعب يعني خصم على مرماه. نعم. طيب انت تحدثت عن مجمل الاخطاء، هل ممكن نقول الاخطاء دي كلها هي غياب الفكر الكروي وغياب الانضباط التكتيكي؟ طبعا غياب الفكر الكروي ده طبعا يعني هذا الفكر الكروي ينمو مع اللاعب منذ الصغر، وبالتاكيد طبعا اللاعب السوداني يعني محروم من التنميه الكرويه بالضبط. عشان كده ممكن ما نلومه في هذه، لكن يجب ان يتعامل اللاعب السوداني ايضا مع واقعه. يعني المفروض نفهم او المفروض يفهم اللاعب السوداني انه عنده مجموعه من المشاكل، يجب ان يتدارك هذه المشاكل. اذا لم يستطيع ان يتعلم لتغيير او تصحيح هذه المشكلات، يجب ان يتفادى او يجب ان يلعب. يعني ما ممكن على الدين يوسف هو لاعب ارتكاز، وعمر بخيت غير موجود في المنتخب اللي كان بيكون مساند لقلبي الدفاع، يعني هو لاعب الارتكاز المدافع او هو بنسميه الهاف باك، لاعب الوسط المدافع. تلقى على الدين يوسف بيشارك في الهجمات وبيحاول يحرز اهداف ويسدد، في حين انه المفروض يتمركز ويكون قريب جدا لقلبي الدفاع ويترك لاعب الارتكاز الثاني لمسانده لاعبي الوسط الهجومي او الهجوم. فالمهام اللي بيقوم بها ده خطا تدريب ولا خطا من اللاعب نفسه؟ ده خطا طبعا تكتيكي. هذا الخطا التكتيكي قد يشترك فيه المدرب، قد يشترك فيه الجهاز الفني، قد يشترك فيه اللاعب. لكن انا افهم تماما انه المدرب في كل مباريات المنتخب السوداني بيضع عمر بخيت والباشا بيكون في المقدمه كلاعب ارتكاز مع لاعبي الوسط المتقدمين، وعمر بخيت بيكون مساند للمدافعين. لما يكون في الشغيل كان بيضع الشغيل ومعه لاعب اخر، وعاده بيكون الباشا او علاء الدين يوسف، فالشغيل هو اللي بيكون مساند المدافعين، حتى بيطلب منه انه ما يتحرك من منطقه دائره السنتر. لذلك هذا الاسلوب او هذه الاستراتيجيات داخل الملعب انا اعتقد ان المدرب بيديها للاعبين، لكن بتبقى هنا المشكله في مقدره اللاعبين على التركيز والتمركز وفي تنفيذ قرارات المدرب بحذافيره في اثناء المباريات. ولا اعتقد انه لاعبين يعني كبار مثل لاعبين المنتخب السوداني اللي مر عليهم اكثر من مدرب في انديتهم ممكن هم يعني تغيب عليهم هذه النقطه بالذات يعني. فهذا خطا في التغطيه ايضا. هو طبعا فيه تسلل، لكن خلينا نشوف بعدين مع فيصل صيحه. طيب كابتن محمد عطا، تحسن الاداء بعد الخساره امام تونس بثلاثه اهداف دون مقابل، تحسن الاداء كثيرا. طيب ما الجديد الذي شاهدته بالامس؟ طيب قبل ذلك بس كان في خطا كبير وقعنا فيه في مباراه تونس، اللي هو المخالفات. اللاعب السوداني في 1 ضد 1 دائما هو الخاسر، وما بيخسر بانه المهاجم يتخطاه بالكوره، بيخسر بانه بيكون في مخالفه وتكون مخالفه خطيره، وبيخسر بانه بتكون في بطاقه على هذا اللاعب. كثير من المخالفات اللي حصلت في مباراه تونس كانت بسبب التسرع او بسبب التشنج نرفزه، وكان في كثير منها بسبب نقص اللياقه البدنيه، لانه اللاعب يعني بيكون مستحوذ على الكوره بيفقدها وبيحاول يعني يستخلصها بالقوه في النهايه، وده خطا بالمناسبه احنا بنعاني منه،
وانا اعلم تماما انه هنالك خبير تحكيمي اللي هو القدس الحكم خبير فيصل سيح صلاح احمد صالح مع المنتخب لمثل هذه المشاكل. لكن برضو اذا كانت هنالك محاضرات تحكيميه يجب ان يعي اللاعبين انه هذه المحاضرات يجب ان يعني يكون في تركيز كامل داخل الملعب، لانه التحكيم في افريقيا لا يرحم. صحيح انه ننتقل لمباراه السنغال بالامس، المنتخب يمكن بدا برضه مهزوز، والهزه اللي كانت حاصله للمنتخب كانت بسبب كل ما دار في اروقه الاعلام السودانيه بخصوص الاعداد والجاليه السودانيه، حتى غضب الجاليه السودانيه في الامارات، في الامارات على اللاعبين، وبالتالي بالتاكيد حيأثر على ادائهم. كان تاثيره واضح في بدايه المباراه، بالرغم انه المنتخب السنغالي بدا بكل قوته. كل اللاعبين المميزين اللي بيلعبوا في المنتخبات او في الانديه الاوروبيه بقياده مامادو نيانغ وديم بابا وسو برضه، يعني كل اللاعبين المميزين اللي كانوا في المنتخب السنغالي كانوا لاعبين في التشكيله الاساسيه. كان في هزه كبيره جدا في منطقه الوسط، طبعا غياب عمر بخيت له تاثير على قلبي الدفاع، كان في مشكله في قلبي الدفاع، كان في مشاكل في التمرير، نفس المشاكل اللي تكلمنا عنها. ويمكن الهدف اللي تم احرازه كان مشكله في التغطيه، يعني بتحصل دائما زياده عدديه من الفريق المنافس، لكن ما في زياده عدديه مسانده للمدافعين من لاعبي الوسط السوداني. عشان كده كان الهدف الاول اللي احرزه ديم بابا كان في الدقيقه 23. الشوط الاول يمكن انتهى بخيره وبشره، يمكن كان فيه 3 مخالفات ما استفدنا منها ابدا، كان فيه ركنيه واحده. الشوط الثاني برضه حصلت فيه مجموعه من التبديلات، لكن يعني يمكن دخول مهند طاهر كان له تاثير ايجابي كبير جدا على اداء المنتخب في حركه الوسط. وكان يعاب على التشكيله انه يعني كان كورونغو هو طبعا لاعب اساسي، والمنتخب دائما بيلعب ب 4-2-3-1، فكاريكا كان لاعب على الجانب الايسر، ورمضان عجب كان على الجانب الايمن، بينهما هيثم مصطفى، امامه مباشره كان المهاجم الوحيد كورونغو، خلف ثلاثي الوسط الهجومي كان لاعبي ارتكاز على الدين يوسف ونزار حامد. يمكن كانت الفاعليه الهجوميه ضعيفه جدا، لانه مطلوب من كاريكا انه يعمل زياده عدديه، لكن بالكره لانه كان مقلوب على الجانب الايسر كان بيكون في لها تاثير، خصوصا انه كاريكا اظهر تماما انه عودته من الاصابه تحتاج لوقت، ويبقى كاريكا يلعب تقريبا بنصف ما لديه من امكانيات. هو مهاجم خطير ما في كلام بالضبط، لكن عودته من الاصابه تحتاج لوقت، وواضح انه في تاثير يعني على مستواه. ممكن نقول دخول مهند شويه غير من الوضع، لانه كاريكا اصبح قريب جدا لمنطقه الجزاء. واضف الى ذلك انه السنغال صحيح انه عملت كثير من التبديلات، لاعبين المميزين كانوا تم استبدالهم، لكن منتخبنا قدر يعني على الاقل يقدم لنا مستوى ولو احسن يعني في هذه الفتره. يعني انا حقيقه ما عايز اقول انه قلت الاخطاء، يمكن الاخطاء ما زالت كما هي، اخطاءنا في التمرير، اخطانا في التعامل مع قرارات الحكم. انا استغرب انه اللاعب بيتكلم مع الحكم بطريقه يعني اعرف، يعني الحكم بيتكلم بلغه انا ما اعرف، لكن في النهايه لاعبنا بيتكلم مع الحكم بيناقشه باسلوب ممكن يخلي الحكم انه يتعامل معه في اللقطه القادمه بحزمه بالضبط. فبرضه كانت في مخالفات، ولسه على الدين يوسف، لسه سيف مساوي ونجم الدين لسه هم الاثنين في لاعبي ارتكاز بيشاركوا مع المهاجمين، وبرضه بطريقه خاطئه جدا، بنشوفهم بيستحوذوا على الكوره بيتقدموا بها. يعني نجم الدين في واحده من اللقطات هو بيحاول يراوغ. اللي عايز اقول انه يجب ان تكون هنالك يعني استراتيجيه واضحه، انه نحن عندنا مشاكل في خط الهجوم، يبقى كيف نتعامل مع تلك المشكله. احنا عندنا مشاكل في خط الدفاع، يبقى كيف احنا نتعامل مع هذه المشاكل. لكن لابد ان يعي اللاعب مقدراته، خصوصا انه طالع من موسم طويل محتاج للعنصر البدني، لانه يعني مستوى اللياقه البدنيه بيأثر على كيفيه تنفيذ اللاعب لكل الخطط اذا كانت هجوميه او دفاعيه. القدره على اتقان وتنفيذ المهاره ايضا يؤثر، مستوى الاعداد الذهني يؤثر، مستوى الصفات الاراديه ايضا لها تاثير. لكن لاعبنا حتى الان لا يدرك تماما حجم امكانياته، وبيحاول انه يعمل فوق طاقته، عشان كده احنا دائما بنخسر وبنتيجه لاخطاء فرديه. نعم. طيب